السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل. دلوقتي يا سيدي الأهلي هيقابل سياتل الأمريكي. فريق قوي، فريق قوي بدنيا. أداؤه كويس جدا. مبارياته، شفت بعض المباريات ممتازة جدا. بعد طبعا ما كسب أوكلاندا 3-0. 3-0 بتفكرنا دايما ببعض التصريحات والأقاويل لجهابسة الإعلام لمحللين الكفتة عندنا. زي اللي طلع قال لك اوكلاند سيتي مدرسة ضعيفة ومش عارف ايه والكلمتين دول، وهو لسه واخد 3. نفس الموقف بعمل بيه اسقاط على كاس العالم اللي فات، اللي قبله لما قابلنا بايرن ميونخ. بايرن ميونخ قابلناه وخسرنا 2-1 وعملنا اداء الى حد ما مشرف. يعني هو ما فيش مشرف في الخسارة، ولكن اداء الى حد ما مشرف. في نفس الوقت اللي المنافس بتاعي في الدوري المحلي اتعادل، خسر من المحلة، من غزل المحلة في الدوري. فكان ساعتها قبل ما يقابل غزل المحلة طالعين كلهم في الإعلام كالعادة بيقللوا من الأهلي، اللي هو كأس العالم دوت أصلا احنا بالنسبة لنا متعة، احنا بالنسبة لنا إثارة، يعني جماعة شرف، يعني عزة مصر في كرة القدم هو النادي الأهلي. يعني اللي مشرف مصر في كرة القدم هو النادي الأهلي. في نفس الوقت ده كانوا طالعين بيقللوا من الاهلي، وان هو لو قابل بايرن ميونخ هيعمل نتيجه وكاني واللا بلا بلا اللي بيعملوها ديت. فالموضوع دايما العقليه دي فوق الوصف. فاسقاط غريب. يعني هو كان غزل المحله وجي قابل غزل المحله وخسر، يعني خسر من غزل المحله وعايز يقابل بايرن ميونخ. فالموضوع كان غريب جدا. نفس الاسقاط هو بيتكلم على ان احنا كاسبين اوكلاندا 3، وهو يعني الاهلي مشيله 3 في الدوري المصري، في الدوري المحلي بتاعنا هو خسران 3. فانت يا سيدي بجاحة وطريقة كلام وعقلية مش طبيعية. نفس الوقت تصريح تاني اللي هو بتاع الاهلي، سيادة المستشار مرتضى منصور، الاهلي بالشعوذه برضه يعني نفس القصه يا باشا. احنا تعبنا من الكلام. احنا دلوقتي يعني الاهلي في كاس العالم للانديه للمره الثامنه. الاهلي شرف، الاهلي احنا احساس انتوا عمركم ما حسيتوه ولا تحسوه، هتموتوا، هتموتوا عشان تحسوه. احساس رهيب. الاهلي بينفرد بان هو على راس الانديه العربيه والافريقيه في مصر. الاهلي هو القمه، الاهلي هو العظمه والاثاره في كره القدم والعشق في كره القدم. احنا جمهور الاهلي بنحس بمتعه جميله. احنا يعني حلمنا كاس العالم. ان شاء الله نتمنى من الاهلي زي ما عدى اوكلاندا يعدي سياتل. ان شاء الله يخش على ريال باذن الله، باذن الله يا رب نعمل اداء مشرف. ولو ان في شويه اخطاء في التشكيل واخطاء في اللعيبه كالعاده. عبد القادر حاجه سيئه جدا بصراحه، يعني لعيب مهاري وكل حاجه، ولكن هو مش قادر يخلص، هو مش قادر يفيد الفرقه. قفشه انا رايي من زمان بقول عليه نفس القصه. اما قصه الباشا برونو وسافيو فانا مع، يعني انا من ضمن مؤيدين قرار الاداره وقرار الجهاز الفني باستبعاده. لان الاهلي احنا اللي عندنا اللاعب اللي يعمل مشاكل، مش احنا اللي عندنا اللاعب اللي هو يبقى فيه حتة سوية كده. بالعكس الموضوع دوت ياما عدى اي لاعب. ابراهيم سعيد من اقوى اللعيبة اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، وهو كان بتاع مشاكل والاهلي استبعده. طاهر ابو زيد، عصام الحضري، كله تعاقب من زمان. فدي كان ميزة دايما في الاهلي، ودي الجملة اللي فعلا فعلا الاهلي فوق الجميع. يعني الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق اللعيبه. رمضان صبحي، احمد فتحي، كل اللي قاله. يعني عاش الخطيب بخبرته كلاعب، بخبرته كاداري، بخبرته كرئيس نادي، لما قال موضوع اني انا زعلان عليهم مش زعلان منهم. لان مفيش حد بيزعل في النادي الاهلي، اللي بيزعل هو اللي بيسيب النادي الاهلي. حلمنا كبير. متعه كاس العالم متعه جميله قوي. احنا هنلاعب الفريق الامريكي، وباذن الله باذن الله تطلعاتنا نوصل لريال مدريد، وتطلعاتنا باذن الله باذن الله باذن الله ناخد كاس العالم. احنا في متعه، احنا في اثاره. وفي نفس الوقت يعني انت بتروح يعني نفس الوقت اللي الاهلي بيلعب فيه في كاس العالم مع اكبر فرق في العالم، اللي هو كل فريق هو نجم قارته. انت بتلعب مع فاركو،
مش تقليل من فاركو، ولكن هو ده مستواك، ان انت دوري محلي وانسان محلي. انت كالعاده حتى افريقيا ما بتعرفش تعديها. سلام.